المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك المسجد، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجر الحضور في هذه المجالس. فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذا استحضر المسلم والمسلمة هذه الفضائل العظيمة لحضور مجالس الذكر ولا سيما في المساجد، فلعل الله عز وجل أن يكتب له أجر هذا الجلوس، بل وقبل ذلك أجر الوصول إلى هذه المجالس. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذا الأجر. أما موضوعنا لهذه الليلة فربما يكون من الموضوعات غير المألوفة نوعا ما. لن تكون هذه المحاضرة محاضرة وعظية فقط وما أحوجنا إلى الموعظة، لكننا أيضا بحاجة أشد إلى العلم. فالعلم أساس في العمل، وقد قال الله عز وجل لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم هو الأساس، وأي عمل يبنى على غير علم فهو عمل لا قيمة له. قد قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال العلماء: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. أخلصه أن يكون خالصا لله عز وجل، وأصوبه أن يكون موافقا لشرع الله. أما إذا كان عن جهل أو عن هوى فهذا لا ينفع صاحبه، إلا أن تكون الشريعة لم تبلغه واجتهد بقدر ما يستطيع. هذه حالات نادرة واستثنائية. أما من يعيش في بلد العلم وفي أماكن العلم وفي المساجد التي ينتشر فيها العلم والمحاضرات والدروس، فهذا ينبغي أن يكون علمه أدق وأمتن، وهو غير معذور في إعراضه عما يجب عليه من العلم الشرعي. الموضوع في الحقيقة يكشف لنا جانبا مهما ربما يتعلق بالعلماء أكثر، وهو قواعد الجهاد وضوابطه والتعامل مع غير المسلمين. في الحقيقة ليس موضوعا واحدا، هما موضوعان، وأيضا لا يمكن أن نوفيهما حقهما من الحديث، فقواعدها كثيرة جدا وضوابطها أكثر، ولكن سنركز على الأشياء الأساسية التي تكشف للمسلم كيف يعمل العلماء، وكيف يصلون إلى الأحكام، وكيف يقرؤون الآيات والأحاديث، وكيف يستنبطون منها الأحكام الصحيحة التي تمهد للمسلم طريقا سليما لا يتضرر فيه لا هو ولا أمته. فهذه من القضايا المهمة. قضية الجهاد لا تتعلق بالداخل الإسلامي أو بالأسرة، أو هي عامة للأمة كلها. وكذلك قضية التعامل مع غير المسلمين هي أيضا شاملة. أينما وجد الإنسان سيجد غير مسلمين، فكيف يتعامل معهم؟ لا شك أن الإسلام قد أتى بالأحكام الدقيقة والمؤصلة لهذا وذاك. في هذا اللقاء إن شاء الله سنتعرض ل3 أو 4 علوم
يجتهد فيها العلماء ويتعلمونها ليوصلوا لنا الأحكام، وهي علم العقيدة وعلم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية، وتحت كل علم من هذه العلوم تفريعات. ولهذا كما قلت لن يكون الموضوع من الموضوعات المألوفة، بل يحتاج تركيزا أكثر. أيضا لن آتي بشيء من عندي، وإنما سآتي بما ذكره أهل العلم بالآيات والأحاديث وما شرحها به أهل العلم وما استنبطوه منها، لأن العلماء رحمهم الله علماء الإسلام على مر الزمان لم يتركوا شيئا من أساسيات الدين إلا وبينوه أوضح بيان، وأتحدث عنه بكل دقة وبتفاصيل دقيقة جدا. وقد أتيت معي ببعض الأوراق التي ضمنتها بعض كلام العلماء لنستمع إليه جميعا، ونعرف أن كثيرا من القضايا التي تقال اليوم وتناقش ليست جديدة. الجديد هو أن الناس يأخذونها من وسائل غير موثوقة ومن أشخاص غير موثوقين. أما هذه الأحكام فعندما تؤخذ من مصادرها الأصلية من العلماء الراسخين فإنها تختلف عن ما يعرضه كثير من الناس اليوم. فما يعرض وإن كان فيه بعض الحق إلا أن فيه كثيرا من الباطل، وهذا الذي يسبب تشويشا وإشكالا للناس ولا سيما الشباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فأتى رجل فدخل وصلى، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد وصلى، فقال له ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد فرجع فصلى، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله، لا أحسن غير هذا فعلمني. كان يصلي لكن صلاته لم تكن على وفق الهدي النبوي، لم تكن مستكملة للشروط والأركان والواجبات، وربما الذي كان في الظاهر هو عدم استكمالها للأركان والواجبات. افترض أنه أتى إلى المسجد وقد توضأ، لكن مع ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام من الوضوء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره هل توضأ أو لا، لأنه لما رأى فيه جهلا بمعرفة الأحكام فمن المحتمل أيضا أنه يجهل حتى شروط الصلاة. إذا كان لا يعرف أركانها وواجباتها ولا يقيمها إقامة صحيحة فربما أيضا أنه لا يعرف شروطها التي من أهمها الصلاة، فإن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، كيف يأتي إلى الصلاة على طهور، ثم كيف يصلي. وصار هذا الحديث أصلا في بيان أركان الصلاة وواجباتها. هذه الحالة تتكرر في كل مسألة من مسائل الشريعة، فكم منا من يحتاج إلى أن يقال له: ارجع فافعل كذا فإنك لم تفعله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذه حالات كثيرة جدا، ولهذا كان من الضروري أن ينتشر العلم وأن تتنوع المحاضرات في المساجد ولا تقتصر على الوعظ والرقائق، وإن كان هذا أمر مهم جدا ولا نستغني عنه جميعا، لكن جانب العلم أهم وأقوى. الجهاد، ما هو الجهاد؟ ماذا يقصد بالجهاد؟ الجهاد مأخوذة من كلمة عربية معروفة وهي الجهد، هي كلمة عربية أصيلة. يقول العلماء: الجهاد هو بذل الجهد والطاقة في قتال الكفار، إذن قتال المسلمين ليس جهادا، إنما الجهاد هو قتال الكفار. لكن هل يجوز قتال المسلمين؟ هناك أحوال تفصيلية أخرى تبحث في أبواب أخرى غير أو كتب أخرى غير كتاب الجهاد، كتاب البغاة،
كتاب المحاربين، هناك كتب أخرى تناقش في هذه الموضوعات. الذي سنتحدث عنه هو الجهاد الذي هو الأصلي المعروف، وهو قتال الكفار. هناك أيضا أنواع من الجهاد، جهاد النفس والجهاد المال. الذي يهمنا هنا هو جهاد الكفار بالنفس والمال، أي بالقتال، وليس جهاد النفس أي مجاهدتها بالصبر عن المعاصي والصبر على الطاعات والصبر على المصائب ونحو ذلك، تربية النفس والسلوك. وهذا غالبا يعالج في المحاضرات الوعظية. أما المحاضرات العلمية فالغالب أنها تتحدث عن جوانب فقهية، عن أحكام حلال وحرام أو مباح أو مكروه أو مندوب. والجهاد ينقسم إلى قسمين، الذي هو قتال الكفار ينقسم إلى قسمين، أو مجاهدة الكفار بالمال والنفس، جهاد دفع وجهاد طلب، هكذا يقول العلماء. ما معنى جهاد الدفع؟ هو كما نقول اليوم بالعبارات الموجودة اليوم مقاومة المحتل. عندما تقاوم المحتل فهذا جهاد، يسمى جهاد الدفع. عدو هاجم بلادنا أو هاجم بلدا بلاد المسلمين، يجب دفعه، مدافعته وإخراجه من بلاد الإسلام يسمى جهاد دفع. ويدخل فيه أيضا الدفاع عن الوطن ولو لم يدخله أحد، الوطن الإسلامي ولو لم يدخله أحد، كأن يكون هناك تهديد، فهذا أيضا يدفع قبل أن يأتي. هذا حكمه فرض عين، فرض عين، يجب على كل إنسان أن يدافع. لكن كيف يدافع الإنسان في مثل هذه الأحوال؟ ليس كل الناس يجب عليه الجهاد، كما قال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج. هناك من لم يكلف بالقتال لكنه قد يقاتل في حال الدفع، كالنساء مثلا ليست مأمورة شرعا أن تقاتل، أن تحمل السلاح، وإن كانت قد تعين المقاتلين بالمداواة والعلاج والسقيا ونحوها، كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجهاد عادة يعني يكون فرض عين متى؟ إذا العدو داهم البلد، فحينئذ يجب على كل قادر على حمل السلاح وعلى القتال أن يقاتل، كل قادر عليه أن يقاتل. وهذا تسقط فيه عدد من الشروط التي تشترط في الجهاد الآخر الذي هو جهاد الطلب. هناك طبعا أحكام تفصيلية جدا، تفاصيل وأحكام دقيقة في هذا الموضوع، ليست الحقيقة محل حديثنا، لكن نريد نأخذ الأشياء الكلية الأساسية. جهاد الدفع عرفناه وهو مقاومة المحتل بتعبير اليوم تقريبا. هناك النوع الثاني وهو جهاد الطلب. ما هو جهاد الطلب؟ اليوم هناك تعبيرات تستخدم أيضا تشبه هذا المعنى وإن كانت مختلفة عنه، وهي ما يسمى بالحروب الاستباقية. حرب استباقية. علمت الدولة الإسلامية أن دولة ما تخطط وتجهز لقتالها، فهذه وفق معايير الموجودة اليوم في القوانين الوضعية في القانون الدولي يكون هذا نوع من التهديد الذي لابد أن يقابل بشيء يسمونها حرب وقائية. جهاد الطلب في الإسلام أوسع من هذا، لأن إذا كانت مجرد تهديدات أتت هنا يأتي عندنا جهاد الدفع، لكن بالنسبة لنا الحرب الوقائية إن صح التعبير، وإن كان جهاد الطلب أوسع من هذا المعنى لكن لتقريب المعنى فقط أذكره، هو أن يتجه الجيش الإسلامي في حال معينة، حال قوة الدولة الإسلامية وقدرتها على مواجهة أي عدو خارجي، أن يتجه إلى الأماكن التي فيها إعاقة للدعوة إلى الله، أماكن لا تدخلها الدعوة إلى الله، لا يقبل أو التي فيها هذا يعني التي المقصودة التي تهاجم لا تقبل أن يدعى إلى الله، ولا تسمح لمواطنيها بأن يسلموا.
فهذه شرع الله عز وجل قتال الطلب، وهو بتعبير اليوم نستطيع أن نقول جهاد الحريات، أن تكسر العوائق أمام حرية الناس ليتبعوا الإسلام، أن ينشر الإسلام بحيث لا يقف أمامه أي عائق في أي مكان من الأرض. لكن كما أسلفت هذا في حال معينة، لأننا سنأتي إلى قواعد تضبط لنا هذه الأحكام المطلقة التي نتحدث عنها الآن بإطلاق. يعني قد يقول الإنسان طيب اليوم كيف يأتي جهاد طلب، الناس مضطهدين والأمة أصلا تضرب في عقر دارها وتحتل أراضيها. كل هذه الأشياء تكلم عنها العلماء وبينوها، ومن خلال الأحكام القواعد الآتية إن شاء الله يتبين ذلك. فضيلة الجهاد ومكانته في الإسلام هذه لا يمكن أن يناقش فيها أحد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فأي فضل أعظم من هذا إذا كان الإنسان الذي يجاهد مخلصا لله عز وجل، يجاهد لإعلاء كلمة الله لا لأمر آخر. نذكر الآن عدد من القواعد فيما يتعلق بالجهاد، قواعد أحكام الجهاد. القاعدة الأولى، وهي قاعدة الحقيقة تطبق في جميع أحكام الشريعة: تنزيل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على أحوالها المختلفة. لما نأتي إلى النصوص التي تحدثت عن الجهاد سنجد أنها متنوعة وعباراتها مختلفة. فماذا يعني هذا الاختلاف؟ هل هي متناقضة؟ هل هي متعارضة؟ لا، هذا يسمى عند العلماء أحوال مختلفة، نصوص تتحدث عن حالات متنوعة. هذه الحالات تتكرر عبر الزمن، لأن الإسلام، أحكام الإسلام أتت لتحكم كل الفترة التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هذه الفترة ممتدة طويلة، قرون ستحدث فيها أشياء كثيرة ويصطدم الناس بواقع معين. الأحكام الشرعية الصالحة لكل زمان ومكان أتت بقواعد تحكم أي حالة تحصل، حالة قوة، حالة ضعف، حالة احتلال، حالة يعني أي حالة سنجد لها حكما ونصوصا تتحدث عنها. فتنزيل الأدلة على أحوالها المختلفة هذا هو فقه الإسلام، ومنه أحكام الجهاد. مثلا في آيات الجهاد قال الله عز وجل: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. هذا كان أمر للمسلمين، لا تقاتلوا. رد بعضهم أن يقاتل من شدة الضغط والكبت الذي حصل لهم في مكة، أرادوا أن يقاتلوا. نحمل سلاح لسنا لا يعني لا تنقصنا الشجاعة، لكن الإسلام ليست القضية قضية شجاعة، القضية قضية أحكام شرعية يجب أن تتبع، أحكام من يعلم السر وأخفى، من يعلم ما يكون، من خلق هذا الخلق ويعرف ماذا سيحصل له. فالله عز وجل قال لهم: كفوا أيديكم، يعني أمرهم بأن يكفوا، معناه لا تقاتل. تأتينا آيات أخرى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هذه قراءة الإمام جزاه الله خير آخر سورة التوبة. طيب كيف آية تقول كفوا أيديكم وآية تقول قاتلوا؟ هل هناك تعارض؟ لا، هذا يسمى تنزيل الأدلة على الأحوال المختلفة. كيف نعرف هذا الأمر أن هذه أحوال مختلفة وأن هذه الأدلة تنزل عليها؟ هل هذا كلام فقط من عند العلماء من يأتون به من؟ لا أبدا، هو مأخوذ وفق آليات معينة في طرق الاستنباط من الكتاب والسنة. تؤخذ من السيرة النبوية، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات والأحاديث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق كل نصوص الجهاد، كلها طبقها صلى الله عليه وسلم. فننظر كيف طبقها صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك يعني تحدث العلماء عن قاعدة في هذا الجانب بالذات في أحكام الجهاد، وهي قاعدة المرحلية.
وبعضهم يسميها النسأ، فقه النسأ. يعني يمكن هذه المصطلحات قد تكون غريبة على بعض الإخوة. هناك أنواع من الفقه لا بد للعالم أن يكون عارفا بها وإلا لا يكون فقيها. في عندنا فقه الواقعة، عندنا فقه الدليل، عندنا فقه النازلة، عندنا فقه الموازنة، عندنا فقه التوقع، عندنا فقه تنزيل الحكم على الواقع، عندنا فقه المآلات. هناك أنواع من الفقه يعرفها العلماء ودرسها العلماء، وبناء عليه تكون فتواهم لها خصوصية ولها معنى قوي في حكم الواقع. قاعدة المرحلية ماذا تعني؟ ماذا يقصد بها؟ يقول العلماء هناك مراحل شرع فيها الجهاد، وهذه المراحل 4. بعضهم يقول 5 إذا اعتبر أن الدعوة بدون قتال جهاد، مثل الشيخ بن باز رحمه الله يسميها الأطوار ال5 للدعوة، فاعتبر الدعوة إلى الله من دون قتال هي نوع من الجهاد، فلذلك حسبها في الأطوار. واعتبر الجهاد ال4 مراحل في الجهاد هي أيضا دعوة، فسماها كلها أطوار الدعوة 5. يعني هناك من يطلق عليها المرحلية، هناك من يطلق عليها النسأ، هناك من يطلق عليها الأطوار. المهم أنها أحوال مختلفة. ما هي هذه المراحل ال4 التي شرع فيها الجهاد؟ ولماذا شرع فيها الجهاد على هذا النحو؟ الأولى مرحلة الأمر بالكف عن قتال الكفار، لا تقاتل، لا تحمل سلاح، لا ترفع شيء، فقط اصبر تحمل حتى يأتي الفرج. وهذا كان في العهد المكي في بداية الدعوة. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، الآيات. هذا في العهد المكي تقريبا، بل هو قطعا في العهد المكي كنزول للتشريع. فهم يجاهدون فقط باللسان، بالدعوة، بتذكير الناس، ببيان الوحي الذي نزل، وبمساندة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته، يعني بمعنى بجوار أو بالظهور معه، لكن ليس هناك قتال، ليس هناك حمل للسلاح، لأنهم مأمورون شرعا ألا، يعني منهيون شرعا عن حمل السلاح. المرحلة الثانية الإذن بقتال من قاتل. إذا قاتلونا نقاتلهم، إذن فقط. اللي يريد يقاتل ما هو صابر وهم قاتلوه يقاتل. الإذن بقتال الكفار الذين يقاتلون المسلمين دون إلزام المسلمين بذلك، لا يلزم هذا كل أحد، هو مجرد إذن، مسموح لك أن تقاتل من يقاتلك. هذه كانت المرحلة الثانية في تشريع الجهاد. ويشهد لها قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهذا فيه مشروعية قتال المسلمين للكفار إذا اعتدى عليهم الكفار، لكنه ليس واجبا. المرحلة الثالثة وجوب قتال من قاتل، وجوب. الأولى كانت إذن، هذه لا، واجب، إذا قاتلوك يجب أن تقاتلهم. ويشهد لها قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فقط الذين يقاتلونكم قاتلوهم. وهناك من العلماء من يرى أن الآية هذه أوسع دلالة، فالمراد لا تعتدوا، يعني لا تقتلوا الأطفال ولا تقتلوا النساء ولا تقتلوا الشيوخ، لأن هذا الإسلام لا يجوز قتلهم حتى لو كانوا في حال الحرب ما يقتلون إلا من حمل منهم السلاح، فهذا وضع مختلف. ففي هذه المرحلة ألزم المسلمون بأن يقاتلوا الكفار إذا اعتدوا عليهم. المرحلة الرابعة الأمر بقتال جميع الكفار بداية بمن يلي الدولة الإسلامية. ويشهد لهذا قول الله عز وجل:
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هم أعلنوا الحرب عليكم، أعلنوا الحرب عليكم. وأيضا قال الله عز وجل في أول سورة براءة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. مفاصلة قوية واضحة جدا. ومنها أيضا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غيظا. فهذه المرحلة الرابعة وهي المرحلة النهائية في حال القوة. ماذا قال العلماء في هذه الآيات؟ قالوا كل مرحلة تنزل آياتها على الحالة التي تناسبها. بمعنى إذا كان المسلمين في حالة اضطهاد شديد وعددهم قليل مثل ما كان المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فهؤلاء اصبروا فليعفوا وليصفحوا، لست عليهم بمسيطر. الآيات التي تأتي لي يعني تخفيف الظلم أو المواساة في تخفيف الظلم فقط، لكن دون أي مقاومة، وإنما يصبرون. إذا كان لا، هناك مجال في السعة في الأمر، وبالإمكان يعني أن يقاتل الإنسان إذا أوذي. هذا متى يكون؟ إذا كان هناك قوة للمسلمين قادرة على الدفاع. لو هاجمت، إذا هاجمت تستطيع ترد مهاجمة دفاع العدو لها. يعني هناك نوع من القوة، ليست قوة قادرة على الهجوم دائما، لكنها تدافع فقط. فإذا كانت الحالة الإسلامية والدولة الإسلامية والجماعة الإسلامية في حالة مثل هذه قادرة أن تدافع لكنها ليست قادرة على الهجوم، يقال لها ممكن تدافع. إذا كان دفاعها سيكون ضرره أكبر عليها وعلى دول أخرى إسلامية قريبة منها، هنا يقال يؤذن لهم لكن ليس أمرا. وفي هذه الحالة أيضا لابد يكون تحت إشراف أهل العلم دائما، لأن هذه تنزيل الأحوال لا يستطيع أن يقوم بها إلا العلماء. الحالة الثالثة إذا كان يقدرون على أن يدافعوا وأن يقاوموا أي هجوم مضاد، في هذه الحالة يجب عليهم أن يدافعوا وجوبا، ولا خيار لهم في هذا، وهو الحالة التي قلنا عنها جهاد الدفع، هذه واجبة في هذه الحالة. هذا الكلام يعني لم نأتي به من عندنا، تكلم العلماء في هذا وبينوه وفصلوا فيه. بمعنى المسلمون القادرون على الدعوة سرا فقط لا يجوز تكليفهم للجهر بها، وهي دعوة. إذا كانت بعض الدول تعلم بتبليغ بعض أمور الإسلام كالعبادات الظاهرة مثل الصلاة والصيام والحج، فهذه يجب على المسلمين أن يعلنوا الدعوة إلى الله باللسان، بالبرامج، بأي طريقة، باللسان يعني، ليس بقوة ولا أي شيء قد يستفز تلك الدول. إذا أوذوا وامتحنوا وكانوا قادرين على دفع الأذى دون ضرر لا بأس أن يدافعوا. إذا كانوا قادرين على دفع الضرر والأذى دون أن يتضرروا فيجب عليهم أن يدافعوا. لكن من اللي يقرر كل هذه الحالات؟ هو في النهاية العلماء كما سيأتي بعد ذلك. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي ربما يستدل به بعض أهل الغلو، انظروا كيف يتكلم رحمه الله تعالى. يقول: فأما قبل براءة، يعني هو يتكلم عن المراحل هذه التي ذكرناها لكن الآن يبينها. فأما قبل براءة يعني قبل نزول سورة براءة، هي سورة التوبة اللي هي آخر آيات الجهاد التي تقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. كل هذه الآيات في سورة التوبة. يقول: أما قبل براءة، قبل نزول سورة التوبة، فقد كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالصبر على أذاهم والعفو عنهم، يعني على أذى المشركين والعفو عنهم. وأما بعد بدر، معركة بدر التي كانت فاصلة والتي كان فيها الدفاع، مشروعية جهاد الدفع، وأما بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه
ويمسك عمن سالمه، كما فعل بابن الأشرف هذا اليهودي وغيره من كان يؤذيه. فبدر يعني غزوة بدر كانت أساس عز الدين، وفتح مكة كانت كمال عز الدين. فكانوا قبل بدر يسمعون الأذى الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه، وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه. وفي تبوك أمروا بالإغلاظ للكفار والمنافقين، مثل الآيات التي قرأها مجاهد الكفار والمنافقين. فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق من أذاهم في مجلس خاص ولا عام، بل مات بغيره. فلما أتى الله بأمره الذي وعده من ظهور الدين وعز المؤمنين أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالبراءة إلى المعاهدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عقد معاهدات، لكن بعد ما قويت الدولة الإسلامية هذه تسمى معاهدات مطلقة. يقول: فلما أتى الله بأمره الذي وعده من ظهور الدين وعز المؤمنين أمر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين وبقتال المشركين كافة وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمر الله بهما في أول الأمر، لأنهم التزموا بمراحل الجهاد. لما قال لهم الله كفوا أيديكم كفوا أيديهم، لما قيل لهم أذن الذين يقاتلون بعضهم قاتلوا بعضهم، لما أمرهم الله بالقتال من قاتلهم قاتلوا. فلما قويت الدولة فتح الله لهم المجال بأن أوسع من هذا. يقول: وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد خلفائه الراشدين، وكذلك هو إلى قيام الساعة طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام. فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها ضعيف هو فيها مستضعف، وهذا اللي يهمنا الآن، فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. انظروا كيف ينزل الآيات والنصوص على الأحوال التي تناسبها كما أنزلها الله عز وجل وكما طبقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نلحظ ابن تيمية أخذ هذا التطبيق من السيرة، لأن أتى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان قبل بدر وكيف كان بعد بدر وكيف كان قبل براءة وبعد براءة. يقول الزركشي رحمه الله في كتاب البرهان بعلوم القرآن وهو من علماء الإسلام الكبار، يقول: الثالث يعني من الأحكام ما أمر به لسبب ثم يزول السبب. يعني في أحكام في الشريعة يأتي وقت تكون واجبة، وقت تكون غير واجبة بل يكون لا تجوز، وهي نفس الأحكام. يعني مثل ما شفنا في آيات الجهاد، في وقت كفوا أيديكم حرام الجهاد، في وقت آخر قاتلوا الذين يقاتلونكم. فهذا في الحقيقة هذا التنوع مبني على سبب، في سبب يجعل هذا هنا لا يجوز وهنا يجوز. الإمام الزركشي يبين لنا كيف علماء التفسير وعلماء الأصول كيف يفهمون هذه النصوص. يقول: ما أمر به لسبب ثم يزول السبب، كالأمر حين الضعف والقلة، كانوا ضعفاء وقلة من المسلمين في مكة، كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر وبالمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها. ثم نسخه إيجاب ذلك، وهذا ليس بنسخ في الحقيقة، إنما هو نسخ. تذكرون قبل قليل قلنا فقه النسخ، هذا ربما لا يكون معهود ومعروف عند كثيرين، لكن ينبغي أن نعرف هذه الأشياء حتى نعرف كيف يتكلم العلماء وكيف لكلامهم، لماذا الله أوجب على الناس اتباع كلامهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأنهم يعلمون هذه الأشياء التي لا يعلمها غيرهم. يقول: وهذا ليس بنسخ في الحقيقة وإنما هو نسخ، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها. طبعا في قراءة أو ننسها، وقراءة سبعية أخرى أو ننسأها، فعلى قراءة ننسأها يأتي هذا المعنى. طبعا هذه القراءة السبعية يعني متواترة، لذلك يقرأ بها في بعض البلدان، والقراء المتخصصين في القراءات يعرفون هذا الشيء ويقرؤون. تعرفون القراءات اللي تأتي في بعض البرامج نسمعها، هذه اسمها علم القراءات، اللي هي طريقة أداء النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن كما أوحى الله عز وجل له، وكما تدارسه مع جبريل في آخر رمضان
شهده النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: وإنما هو نسخ كما قال تعالى: أو ننسأها، فالمنسأ هو الأمر بالقتال، يعني مؤجل. يقول: فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون. وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى. هذه واضحة جدا. يقول: وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف، وليست كذلك، بل هي من المنسى، بمعنى أن كل أمر مردود يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ. إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدا. طبعا هذا في أصول الفقه شيء يسمونه النسخ، وهو أن يأتي حكم شرعي ثم ينسخه الله، يرفع، ويأتي الله عز وجل بحكم نهائي غير هذا الحكم. لماذا أتى الله بذلك الحكم؟ لأكثر من سبب، منها ظرف معين يأتي وينتهي على مر التاريخ لا يعود، ومنها ابتلاء المنافقين بمسألة النسخ، وإعطاء فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم في ما يعرف بفقه المتغيرات. فبعض المفسرين يقول إن قاتلوا المشركين كافة هذه تنسخ كل الآيات اللي قبلها، يعني ما نعمل بآية كفوا أيديكم ولا نعمل بآيات الصبر، خلاص، لأن آخر حكم أتى هو قاتل. هو يقول لا، هذا ليس بصحيح، لأن هذا فقه نسخ وليس النسخ بمعنى رفع الحكم. لكن بعض الناس يمكن يقول: أنا رجعت في التفاسير وجدت بعض العلماء يقول أن النسخ صحيح. العلماء القدماء في القرن الأول والثاني يقولون النسخ، لكن ماذا يقصدون بالنسخ؟ وهذه مشكلة لا يعرفها إلا العلماء طلبة العلم، ينبغي أن ننتبه لها، بل بعض طلبة العلم قد لا يعرف وتحدث عنها العلماء. القرن الأول والثاني وجزء من القرن الثالث كان يقصدون بالنسخ معنى آخر غير الذي يقصده الأصوليون اللي أتوا بعد ذلك. الأصوليون يقصدون بالنسخ رفع الحكم نهائيا، والسابقون يقصدون أحيانا رفع الحكم نهائيا، وأحيانا يقصدون شيء آخر اسمه تقييد المطلق وتخصيص العام. يعني لو كان في الوقت ساعة كان فصلنا في معنى الكلام، يعني وهذه أشياء موجودة في أي كتاب في أصول الفقه ستجد هذا الكلام موجود فيه، أي كتاب من كتب التفسير ستجد هذا الكلام فيه، أي كتاب من كتب شرح الحديث تجد هذا الكلام موجود فيه. بعد نزول آية السيف وتوجه إلى تبوك لقتال الروم، وأرسل قبل ذلك جيش مؤتة لقتال الروم في عام 8 للهجرة، وجهز جيش أسامة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. يقول ابن باز رحمه الله: وهذا القول ذكره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره، وقال إنه ليس هناك نسخ ولكنه اختلاف في الأحوال. لاحظوا كيف فقه العلماء في مثل هذه الأمور. القاعدة الثانية من قواعد أحكام الجهاد: الأصل أن أمر الجهاد موكول إلى من تلزم طاعته من أئمة المسلمين. الأصل أن أمر الجهاد موكول إلى من تلزم طاعته من أئمة المسلمين. يعني إعلان الجهاد، إعلان الحرب ليس لأي أحد، وإنما هو مرتبط بمن يلي أمر المسلمين. وتكلم العلماء إذا كان ما في ولي أمر المسلمين كيف يفعل الناس؟ قالوا إذا لم يكن هناك ولي أمر المسلمين يقوم أهل الحل والعقد مقامهم، اللي هم المتبوعون في الأمة من العلماء والوجهاء وشيوخ القبائل إلى آخره، الذين يستطيعون أن يكونوا مجلس ويقودوا المعركة ضد العدو. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا الأمر، أمر الجهاد كما يقول القرافي رحمه الله، هذا من أمور الولاية التي لا يقوم بها إلا أهل الولاية، فلذلك يرجع إليهم فيها ولا يعلن أحد الحرب من عنده. وأيضا يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فالجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده. لماذا؟ لأنه أعرف الناس بالأحوال، أعرف الناس بالمتغيرات الدولية، أعرف الناس بالاتفاقيات والمعاهدات وما إليها. كثير من الناس لا يعرف هذه الأشياء. هو أيضا عنده معلومات استخباراتية كبيرة عن قوة العدو، عنده معلومات عن السلاح الذي لديه، هل هو كاف في المواجهة أو غير كافي.
عنده معلومات أكثر عن تفاصيل لا بد منها لمن يتخذ قرار، وهي ليست عند كل أحد، ليست إلا عنده، فإذا هو الذي يجب عليه هذا الأمر، وهي من مسؤوليته أمام الله وأمام الأمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيد هذه القاعدة: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. معنى جنة يقول ابن الأثير أي يدفع به العدو ويتقى بقوته. ويقول القرطبي رحمه الله في شرح مسلم: يتقى بنظره ورأيه في الأمور العظام والوقائع الخطيرة. طبعا الكلام اللي نتكلم عن هذا القرطبي نتكلم عن تقريبا قبل 1000 سنة، وهذا الكلام موجود، يعني ما هو جديد. الناس اللي يتجاوزون هذه الأحكام ويعتدون عليها هم لا يفقهون هذه، يعني لم يرجعوا إلى فقه العلماء السابقين. يقول: يتقى بنظره ورأيه في الأمور العظام والوقائع الخطيرة، ولا يتقدم على رأيه، ولا ينفرد دونه بأمر مهم حتى يكون هو الذي يشرع بذلك، يعني يبدأ به. ولا شك أن إعلان الجهاد وتوقيته من هذه الأمور، والجهاد أيضا يكون حسب المصلحة وحسب الحاجة. يقول ابن قدامة رحمه الله، ونحن نتكلم عن قبل 1000 سنة تقريبا: ولا يجوز الخروج إلى الغزو إلا بإذنه، يعني الإمام، لأنه أعلم بمصالح الحرب، فيجب الرجوع إلى رأيه إلا أن يعرض ما يمنع من استئذانه. لو فرض أنه والله الحاكم اختطف، ما نستطيع أن نستأذن مثلا في أي بلد أو من البلدان، في هذه الحالة بالإمكان أن يلجأ إلى مسألة البديل، وهو أهل الحل والعقد، أو نائبه إذا كان له نائب قبل ذلك. فإن لم يوجد نائب لابد من إيجاد مجلس مكون من أهل الحل والعقد من العلماء والخبراء والمتبوعون في الأمة، وهم الذين يقومون بهذا. إعلان الحرب ماذا يعني؟ يعني حاجة إلى أموال، حاجة إلى تحريك جيوش، طاعة الناس وأن يأخذون برأيه أو لا. يعني لما يأمر الملك مثلا بالقتال غير لما يأمر أي شخص آخر. الملك سينفذ الناس، خاصة القوات الرسمية ملزمة بهذا، وترددها يعتبر خيانة في الشرع وفي القوانين حتى. فهذه أمور تجب فيها الطاعة. لكن لو شخص والله قال أنا سأعلن الجهاد وبدأ يعلن لوحده، هذا لن يحصل أي شيء. أو مجموعة قليلة ممكن تصفيتها بسهولة، أو تحولها إلى مجموعات تضر أكثر مما تنفع. ولهذا لما كان الأمر في الولاية لأولي الأمر، في الجهاد لأولي الأمر، كان من عقيدة أهل السنة والجماعة عندنا أمران: عندنا أن الجهاد واجب وفرض في حالة الدفع، وفرض كفاية في حال جهاد الطلب. هذا الواجب قد يكون عندنا إمام أو لا يكون. إذا كان عندنا إمام فهذا الإمام قد يكون ليس صالحا، عنده فسوق، فاسق، فاجر، عنده معاصي كثيرة ومخالفات وأشياء، لكنه مقيم الدولة والحمد لله الشريعة تحكم بين الناس وأمور الناس ماشية. أو أحيانا يكون القائد العسكري عليهم مخالفات ملحوظات، يعرف العسكر أو الجند أن هذا عنده يعني أشياء ليست جيدة. هذا لا يعني أنه لا تجب طاعته، بل تجب طاعته حتى وهو في هذه الحال ما دام أعلن جهادا شرعيا أو قاد جهادا شرعيا. هذا الحكم جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة. لماذا؟ للحفاظ على قداسة الجهاد وحماية الأمة، ولأن هذا الشخص وإن كان في فجور في ذاته وفي نفسه، لكن في حالة القتال هو رجل شجاع وله قدام وله قوة وله أمر ونهي. فهذه أيضا من فقه الموازنة اللي تكلمنا عنها قبل قليل عند أهل السنة والجماعة، وهي جزء من العقيدة. هذا الكلام ليس من عندي. فالعلماء يقولون الجهاد في سبيل الله مشروع مع الولاة برهم وفاجرهم، ولا بأس بالجهاد مع أئمة الجور حتى الظالمين منهم، وولاة السوء إذا أقاموا علم الجهاد وعرف منهم حيطة وحذر لأهل الإسلام، لأنه لو ترك الجهاد معهم لكان ضررا على أهل الإسلام، فالغزو مشروع مع البر والفاجر بالجملة، وهذا أمر ظاهر من أصول أهل السنة والجماعة. مما يدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أحيانا قد ينصر الله عز وجل الدين بشخص صحيح وعنده مخالفات وعنده أخطاء سلوكية، لكن الرجل
عنده أيضا حمية للإسلام، عنده حمية للدفاع عن دينه. يعني أحيانا ربما نحتقر إنسان والله لأن عليه معصية ظاهرة، هذه ينبغي أن نحذر منها. هذا الشخص اللي عنده معصية ظاهرة قد يكون عنده في الداخل من الإيمان ومن حبه لله شيء آخر الله يعلم. ولذلك لا يحتقر الإنسان والله لمجرد أنه حريق، أو لأنه والله رؤية على مسبل، أو لأنه وقع منه حدث يوم من الأيام. لا، هو إنسان مصلي، إنسان محافظ على أساسيات الدين. القصور وارد، لكن حمية للدين هي التي تدفعه إلى المقاومة وإلى الجهاد وإلى إعلان القتال، فلذلك يؤخذ منه هذا الأمر الذي ينفع المسلم. هناك الحقيقة أدلة كثيرة لا أحتاج أتوقف عندها. وإذا خالف الناس القائد في الحرب تقع لهم الهزيمة، كما حصل في غزوة أحد، وهم الصحابة رضوان الله عليهم لما بعضهم 10 فقط اللي كانوا على جبل الرماة انسحبوا ظنوا المعركة انتهت، بينما المعركة لم تنتهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنصرف، ابقوا على الجبل، لكن قدر أنهم انصرفوا، فالتف عليهم المشركون وهاجموا المسلمين من الجهة الأخرى، فحصل انكسار في جيش الإسلام. الله عز وجل عاتبهم على هذه القضية لأنهم خالفوا أمر أمير الجهاد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في قبل هذا حتى في الأمم السابقة في قضية طالوت وجالوت، من شرب إن الله مبتليكم بنهر ومن شرب منه فليس مني ولم يطعمه فليس مني. معناه قضية التزام الطاعة هذه واجبة حتى في قضية ليس لها علاقة بالجهاد مباشرة. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. من كلام العلماء مثلا في هذه المسألة في تقرير العقيدة يقول لا بأس بالجهاد معهم، يعني ولاة السوء. يقول الإمام مالك لا بأس بالجهاد معهم، وأنه لو ترك الجهاد معهم لكان ضررا على أهل الإسلام. ويقول في من ترك الجهاد مع أئمة الجور ضرر وجرأة لأهل الكفر. يقول في ترك القتال معهم ضرر وجرأة لأهل الكفر، لأن الكفار إذا عرفوا أن المسلمين لن يطيعوه لأنه فاسق هذه فرصة للهجوم على المسلمين. ويقول ابن قدامة رحمه الله وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك، وينبغي أن يؤمر في كل ناحية أميرا يقلده أمر الحروب وتدبير الجهاد، ويكون ممن له رأي وعقل ونجدة وبصر بالحرب ومكادة العدو، ويكون فيه أمانة ورفق ونصح للمسلمين. ابن تيمية رحمه الله تكلم عن هذا أيضا في فقه الموازنة، قال لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور فإنه لا بد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا، وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام، وإن لم يكن إقامة جميعها، فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها. بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه. فإذا أحاط المرء علما بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة، وبما نهى عنه من إعانة الظلمة على ظلمهم، علم أن الطريقة الوسطى التي هي دين الإسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد كهؤلاء القوم المسؤول عنهم، مع كل أمير وطائفة كالمسؤول عن التتار، مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم إذا لم يكن جهادهم إلا كذلك، واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على شيء من معاصي الله، بل يطيعهم في طاعة الله ولا يطيعهم في معصية الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه لا زال كلام ابن تيمية، وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديما وحديثا، وهي واجبة على كل مكلف، وهي متوسطة بين طريق الحرورية، هذا نوع من المتطرفين في ذلك العصر، وأمثالهم ممن يعني نوع من الغلو حد التورع، وأمثالهم من يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم، وبين طريقة المرجئة وهم الجفاة، وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا أبرارا. يقول نحن لسنا مثل الحرورية لا نطيع لا في خير ولا في شر، ولسنا مثل المرجئة الذين يطيعون الأمراء في كل ما يأمرون به من باطل وحق، لا، نحن نطيعهم فيما أمر الله به ونعصيهم فيما يأمرون به من معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. هذه تقريبا أهم القواعد المتعلقة بفقه الجهاد.
وهي في الحقيقة إشارات يسيرة جدا. كلام العلماء في هذا بعضه في مجلدات، لأنهم يفصلون تفاصيل تهم القادة، تهم الجند، تهم الناس في الميادين في المعارك، تفصيلات كثيرة جدا تحدثوا عنها في تخص الأفراد، تخص الأمم، الجماعات، الحدود، الثغور، المسالح اللي هي المنافذ اللي على الحدود. كل هذه الأشياء فصلوا فيها تفصيلات كثيرة جدا وفيها كتب كاملة. نأتي الآن للقسم الثاني اللي هو قواعد التعامل مع غير المسلمين. انتهينا من القواعد التي أردنا الحديث عنها في قضية الجهاد. الآن نأتي التعامل مع غير المسلمين، يعني الآن ما فيها القضية حرب ولا فيها القضية قضية سلم. القاعدة الأولى أن أحكام غير المسلمين تختلف باختلاف تصنيفهم الشرعي. ما معنى هذا الكلام؟ أن أحكام غير المسلمين الذين هم الكفار تختلف باختلاف تصنيفهم الشرعي. هناك تصنيفات دائما عند الأمم وعند الناس مختلفة، يصنفون الناس تصنيف. هناك تصنيفات قبلية، هناك تصنيفات بلدانية، هناك تصنيفات إقليمية، هناك تصنيفات دولية عرقية إلى آخره. كثيرة جدا التصنيفات الموجودة في الدنيا. الإسلام له تصنيفات مختلفة ليس لها علاقة بعرق ولا قبيلة ولا أي شيء ولا لون ولا. تصنيفاته فقهية قانونية تتعلق بالأحكام، مثل ما نتكلم عن قضية أجنبي غير مسلم مثلا، أو وافد مسلم، أو مواطن. هذه تصنيفات لها أحكام تترتب عليها، ليست عرقية، ليس لها علاقة بقضية معينة. والله إذا كان هذا المقيم لونه كذا أو من بلد كذا لا يتعامل معه لا، ليس لهذا أي علاقة. القضية قضية فقهية محضة، ليس لها علاقة بقضية عرقية ولا طائفية ولا أي شيء من هذا القبيل. هي قضية أحكام شرعها الله عز وجل عامة مجردة، لا تتعلق بأي شيء آخر غير مسألة أن له حكم شرعي. ما هي الأقسام الفقهية التي قسمها الله عز وجل؟ لن نجد فيها أبيض ولا أحمر ولا أخضر ولا بلد فلاني ولا بلد فلاني إطلاقا. هذا لا يوجد في الإسلام بهذا المعنى. الفريق الأول رعايا دار الإسلام من الكفار. غير المسلمين إما أن يكونوا مواطنين أو غير مواطنين. هذه أول قضية. كيف يكون كافر مواطن؟ ممكن؟ نعم ممكن. حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك يهود قريظة، النضير، قينقاع، كان هناك نصارى البلاد الإسلامية. ربما عندنا نحن في المملكة لأنها جزيرة العرب لا يوجد فيها، لا يوجد شخص يحمل الجنسية السعودية والديانة نصراني ولا يهودي، هذا لا يوجد لله الحمد. بل لا تمنح الجنسية السعودية لغير المسلم في نظام الجنسية السعودية، لأنه لا يجوز، لأن الجنسية معناها البقاء والدوام في الدولة، يجلس فيها ويتوالد ويرث ويورث كل شيء في هذا البلد. هذا لا يجوز للكافر، ولذلك لا يجوز أن تمنح الجنسية لغير المسلم بالنسبة للمملكة. لكن المملكة ليست هي كل العالم الإسلامي، عندنا بلاد إسلامية واسعة. الدولة الإسلامية وصلت إلى حدود باريس وحدود بكين، حدود باريس في المغرب وبكين في المشرق، في الصين، في فرنسا والصين. هذا كانت الدولة الإسلامية العظمى في تلك الفترة اللي حكمت قرون عبر التاريخ بدول مختلفة ويعني قيادات مختلفة، لكنها كانت تحكم هذه الأرض. لما نأتي إلى مصر سنجد النصارى موجودين إلى اليوم وبالملايين، الأقباط، ويوجد فيها يهود. أقول يعني المواطنين غير المسلمين موجودين في العالم الإسلامي، موجودين في المغرب، موجودين في مصر، في الشام، في العراق، وأديان مختلفة، ليس فقط يهود ونصارى. الصابئة، اليزيدية، يعني موجود. يعني حقيقة كلها عاشت في ظل الإسلام إلى اليوم، توالد وما حد قال من أي شيء ولا تعرض له.
لماذا؟ لأنهم يعيشون في أمان المسلمين الأول، بخلاف الدول غير الإسلامية لما تسيطر على بلاد إسلامية تبيد المسلمين، مثل ما نشوف الآن في الأندلس، في إسبانيا، حرب إبادة حتى ما بقي المسلمين. الحمد لله الآن عاد الإسلام إلى إسبانيا، الآن وصلوا 1.5 مليون ولله الحمد، يعني أكثر من المسلمين اللي حكموا إسبانيا. فالشاهد أنه بالنسبة للمسلمين ما حكموا أرض وأخرجوا أهلها منها أبدا. لماذا؟ لأن في قاعدة أيضا في هذا الموضوع، وهي قاعدة لا إكراه في الدين. الواجب على الجيش الإسلامي في حال جهاد الطلب اللي تكلمنا عنه أن يعرض على الكفار 3 أشياء: إما أن يسلموا، فإذا أسلموا لهم كل الحقوق والواجبات لبقية المسلمين، العمل بقية المسلمين. إذا لم يسلموا قال لهم إذن ادفعوا الجزية وتكونوا تخضعون لحكم الدولة الإسلامية، ولا نطالبكم بأي شيء بل ندافع عنكم بأرواحنا، فقط تدفعون الجزية. ما هي الجزية؟ مبلغ زهيد جدا، يمكن 12 ريال تعتبر في وضعنا اليوم، يعني يمكن عفوا 40 ريال أو 50 ريال في السنة. ومن اللي يدفعها؟ القادر على القتال فقط، لا تدفعها المرأة، ولا يدفعها الطفل، ولا يدفعها الفقير، ولا يدفعها الشيخ الكبير، ولا الراهب اللي في الكنيسة. كلهم هذا لا يدفعون، لأن هؤلاء لا يؤخذ منهم شيء، إنما تؤخذ الجزية من الرجال القادرين على القتال الواجدين للمال فقط على مر التاريخ. واقرأوا كتب الفقه، كل هذا الكلام موجود بنصوصه بهذا الشكل. أي رحمة أكثر من هذه الرحمة؟ على فكرة الإسلام يأخذ من المسلم 2.5% من أمواله، بينما يأخذ من الكتاب هذا المبلغ الرمزي، ويعيش تحت ظل الدولة الإسلامية ويحميه المسلمون. بل إذا كان فقير الدولة الإسلامية تعطيه مال. مر عمر رضي الله تعالى عنه اليهودي يشحذ، يطرق الأبواب يأخذ فلوس، ضرب على كتفه. ماذا تصنع؟ قال أسأل. قال ما حملك على هذا؟ قال كنتم تأخذون منا الجزية والآن لا أستطيع، يعني كبرت صرت الآن شيخ ما أستطيع عمل، ما أستطيع. فأخذه وأمر أن يكتب له من بيت مال المسلمين، هو يهودي. هذه رحمة الإسلام الحقيقية، ليست عواطف ولا هذا اللي حصل. أبو عبيدة رضي الله عنه في الشام لما مروا ببلدة واستسلمت المسلمين ودفعت الجزية، أتى تهديد من الروم أنهم سوف يهاجمون هذه البلدة اللي فيها نصارى. أبو عبيدة رضي الله عنه كانت قواته منتشرة في الشام ولا يستطيع تأمين هذه البلدة. ماذا صنع؟ قال لا تأخذوا منهم الجزية إذن، وأخبرهم أننا لا نستطيع الآن الدفاع عنهم، ما دمنا لا نستطيع الدفاع عنهم لا يجوز أن نأخذ منهم جزية. فكان هذا أقوى لهم وأعلنوا إسلامهم ودخلوا في الإسلام، لأن وجدوا هذه الرحمة اللي أصحابهم النصارى سيهاجمونهم يقاتلونهم هم نصارى لأنهم خضعوا للمسلمين، والمسلمون لم يجبرهم على دينه، لأنه لا إكراه في الدين، الدين عقيدة. إذا أكرهت عليه إنسان ماذا يصنع؟ يتحول إلى منافق فقط، وهذا منافق معناه في الدرك الأسفل من النار. والمقصود من الإسلام الرحمة، دخول الجنة ليس النار. فمعايير الإسلام وقيم مختلفة تماما. فالشاهد أن رعايا دار الإسلام أو دولة الإسلام من غير المسلمين اسمه أهل الذمة اللي هو تأخذ منهم الجزية اللي تكلمنا عنه، والصحيح أنهم سواء كانوا يهود أو نصارى أو أي دين، إذا ما قبل الإسلام ما هو مقتنع بالإسلام أنت حر. لكن لأننا سنحكم المكان اللي أنت فيه وسنحميك وسوف تستخدم البنية التحتية للدولة الإسلامية والمدن وقراها، نأخذ منك جزية، والجزية هذه رمزية ليست على بنتك ولا على أمك ولا على أختك ولا جدتك ولا أبوك الشايب لا، هي فقط أنت القادر على القتال بس. هذه هي القضية. هذا يسمى أهل الذمة، وناس أخذت منهم الجزية على أن يبقوا تحت حكم الإسلام ولا يعارضوا المسلمين ولا يتعرضوا لهم، ولهم أحكام معروفة. ابن القيم له كتاب اسمه أحكام أهل الذمة مجلدان، يتكلم بالتفصيل عن ما لهم وما عليهم والأشياء، أشياء يعني دقيقة جدا جدا وتفاصيل لهم. طبعا للأسف يوجد في بعض كتب الفقه من بعض المقلدة. طبعا الفقه الإسلامي ليس كل من كتبه من العلماء، ولذلك دائما نرجع للعلماء والمحققين.
أما المقلدة الحقيقة عندهم إشكالات كثيرة في بعض ما يكتبونه، أشياء ربما بعضكم خاصة درس في كليات شرعية درس هذا الكلام. يقول إذا جيت تأخذ منها الجزية توقفه في الشمس وتضربه على يعني وتشده بقوة وتقول ادفعها يا عدو، يعني كلام العلماء المحققون ماذا قال هذا من الظلم لهم، هذا لا أصل له في الإسلام. تكلموا عنه وغلظوا فيه وقالوا هذا يعارض حث النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وعلى الرفق بهم. كيف يفعل هذا؟ منهم مثل الإمام النووي وابن تيمية وابن القيم، عدد من المحققين تكلموا على هذا الكلام الذي يذكره بعض الفقهاء، قالوا هذا لا أصل له في الإسلام ولا دليل عليه، بل هو يعارض الأدلة الأخرى التي تأمر بالعدل والرفق بهم، لأنهم خضعوا لحكم الإسلام. فهل حكم الإسلام أن تهينهم وتذلهم؟ لا، ليس. طيب بعض الناس يقول الله عز وجل يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هو للمشكلة أن هؤلاء المقلدة كانوا في وقت عز الدولة الإسلامية، فبعض الناس يستخدم هذه القوة في الضغط على الآخرين، هذا ليس بصحيح. الصغار كما يقول الإمام الشافعي هو خضوعهم لحكم الإسلام وليس إذلالهم، وذكر هذا الشافعي كثيرا في كتابه الأم، قال الصغار خضوعهم لحكم الإسلام، يكفي أن على دين غير دينك وأخضع لحكم دينك، مع لهم أيضا أحكام تخصهم فيما يتعلق بالقضاء، ربما إن شاء الله نتعرض لها. إذن هؤلاء يسمون أهل الذمة، وهؤلاء لهم حقوق أيضا إن شاء الله نتعرض لها. القسم الثاني من الكفار رعاية الدولة الإسلامية المرتدون، يكون مسلم لكنه ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، مثل ما حصل في أبي بكر رضي الله عنه لما ارتد بعض العرب. فهؤلاء حكمهم هو القتال مباشر، مو مثل أهل الذمة، القتال مباشر لأنهم مرتدون. يعني أي شخص يرتد ويمتنع عن شرائع الإسلام هذا يقاتل في الإسلام. طبعا هذه لها آليتها ولها شروطها. الفريق الثاني رعايا دولة الكفر، يعني هم ليسوا من رعايا دولة الإسلام، ليسوا مواطنين، هم أجانب غير مسلمين، أجانب غير مسلمين. هؤلاء يسمون في الفقه الإسلامي المستأمنون، لأننا نعطيهم الأمان، يعني إذا دخل عندنا يدخل بتأشيرة ولا لا؟ الفيزا، اللي يسمون الفيزا التأشيرة، هذه كانت تسمى قديما في الفقه الإسلامي السمة. يقول لك لا يدخل إلا يكون مع السمة. السمة هذه ورقة يكتب له فيها رمز معين حتى يدخل من المسلح. المسلح هو الثغور اللي هو الحدود، النقطة الحدودية يسمونها مسالح. فيقول لك لا يمر المسلح، أو مر مع المسلح يأخذ هذه الورقة اللي فيها السمة اللي عبارة عن تأشيرة يسمح له بالدخول دولة الإسلام. أي مكان يروح لو شك فيها الجاسوس أو لا يقول له وين السمة اللي معك؟ طلعها. إذا طلع السمة اللي أعطي لها ولها رموز معينة عرفوا أنه فعلا داخل بإذن، يسمحوا له بالتجارة بالأشياء التي أتى لأجل بزيارة أقارب له أي شيء. فهذا كانت الطريقة معهم. هؤلاء يسمون مستأمن، يعني يأتي يدخل دار الإسلام بموافقة دار الإسلام، بإذن دار الإسلام، عنده أمان وعهد أنك تدخل ولك الأمان وتمارس الأنشطة التي أذن لك في ممارستها حسب القوانين المعمول بها في الدولة الإسلامية. القسم الثاني من رعايا دولة الكفر أهل الهدنة. أهل الهدنة ولما يكون في حالة حرب، وفي حالة الحرب حصل هناك إيقاف أو وقف إطلاق نار. وقف إطلاق النار هذا حدد له مدة أو لم يحدد، المهم أن الحرب توصلت إلى وقف إطلاق نار فقط، لكن ما في معاهدة كاملة. هذا يسمى مهادة. هذا لا يجوز له يدخل دار الإسلام إلا بأمان، لا يجوز الاعتداء عليه في دولته ما دام عهد الهدنة قائم، ما دام وقف إطلاق النار قائم لا يجوز له شرعا أن يعتدي. هذا حكم أهل الهدنة. القسم الثالث الحربيون يعني المحاربون، بمعنى هؤلاء كفار دولة أخرى ليس بيننا وبينهم أي عهد على الإطلاق، ربما نحن وهم في حالة حرب، وربما ليس بيننا حرب، لكنهم ليس بيننا وبينهم أمان، ممكن يهجمون علينا أي لحظة. فهؤلاء يسمون بالحربيين. فهو وصف موجود في كتب الفقه يتكلم عن هؤلاء الذين يحاربون المسلمين. هذا ما حكمهم؟ حكمهم أنهم يجوز للدولة الإسلامية أن تقاتلهم، لما في عهد بينه وبينهم. متى قويت الدولة تستطيع أن تتجه إليهم وتقاتلهم. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ما دام ما في عهد يجوز للدولة
أن تتوسع في اتجاهين لنشر الإسلام. أيضا دماؤهم وأموالهم حلال، لو استطاع أحد أن يصل إليهم في حال أن يكون هناك اعتداء أو يعني لأن في تفاصيل أيضا في هذا الحكم، في حال كان هناك أي اعتداء منهم يعتبر كل شيء منهم حلال، حسب طبعا ما هو معروف في كتب الفقه ما يتعلق بأحكام الأسرى، لها أحكام معينة، فوضعهم يختلف، بمعنى ليس بينه وبينهم أمان. لو قتل المسلم أحد منهم لا يعتبر. طبعا اليوم في العالم اليوم هذا بعد ميثاق الأمم المتحدة شبه معدوم، ربما يكون فقط في حالة الكيان الصهيوني لبعض بالنسبة للفلسطينيين المقاومة، وبالنسبة للدول التي لم تعقد معهم معاهدات، مع أن المعاهدات اللي معهم أصلا يعني في شرعيتها تعتبر في شرعيتها مخالفة لإجماع المسلمين، لكن الكلام من هذه الحالة نادرة. بعد ميثاق الأمم المتحدة تقريبا العالم كله متشابه في حالة عهد، في حالة معاهدة، في حالة أمان للجميع، يأمنوننا ونأمنهم، ولا سيما من حال المسلمين لا تشجع أصلا إلا على عسى أن يحفظوا أنفسهم، فهذه لها حكم مختلف. وهناك طبعا أحكام فقهية متعلقة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وما يتعلق به، لو أتى عنها فيها مجال ممكن نتحدث إن شاء الله، لكن حتى نكمل ما بين أيدينا. هناك تقسيم للعالم آخر، تقسيم للكيانات وليس للأفراد. يعني الآن عرفنا الكفار، عندنا رعايا دار الإسلام اللي هم أهل الذمة والمرتدون، عندنا رعايا دولة أخرى اللي يسمونها دار الكفر، دولة غير إسلامية، وهؤلاء منهم المستأمنون ومنهم المهادنون ومنهم المحاربون. لكن هناك تقسيم آخر للعالم بالنسبة للإسلام، وهو تقسيم دار الإسلام ودار الكفر. يعني الإسلام، الفقه الإسلامي يقسم العالم إلى دولة إسلامية ودولة غير إسلامية. الدولة الإسلامية لها أحكام، والدولة غير الإسلامية لها أحكام، وأحكامها إما أنها تكون معاهدة أو مهادنة أو محاربة حسب الحال التي فيها، وهذا فيه تفاصيل كثيرة. طبعا هناك من يقول هذا التقسيم ما له، هذا كلام للفقهاء قديم لكن ما له وجود. لا، هو تقسيم مأخوذ من القرآن، الذين آمنوا والذين كفروا، والحكم بما أنزل الله وحكم بغير ما، قضية محسومة شرعا ليس لها علاقة بالآراء الفقهية. الفقهاء فقط أخذوها قسموها مثل ما قسم التوحيد إلى أقسام، والتوحيد أصلا معروف، يعني نصوصه كلها بأنواعه الثلاثة، التوحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات موجود في النصوص، فقط العلماء فصلوه لنتعلمه. كذلك هنا بالنسبة لمسألة التقسيم هو موجود في نصوص القرآن والسنة، ولذلك موجود عندنا في القرآن الكفر، الإسلام، الذين آمنوا والذين كفروا، السلم، الحرب، القتال، الجهاد، كل هذه موجودة في القرآن، فهذه ليست عبثا. الأصل الثاني المقرر بالنسبة لغير المسلمين التعامل معهم البراءة من الكفر وأهله. هذه قاعدة، البراءة من الكفر وأهله، والأدلة على هذا كثيرة جدا. لقد كان لكم قول الله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. طبعا البراءة تعني ألا يظاهر الكفار، ألا يظاهر المسلمون الكفار. كيف يظاهرونهم؟ مثلا في طاعتهم، في إعطائهم سلاح ضد المسلمين، معاونتهم ضد دولة إسلامية أو ضد بلاد إسلامية، أيضا الاتصال بالسفارات الأجنبية لتمرير مشاريع سيئة وإضرار بالمسلمين، أو جلب ضغوط أجنبية على الدولة. كل هذه تعتبر من مظاهرة الكفار وهي تتنافى مع البراءة الشرعية. أيضا الدعوة إلى ما يسمى بالأخوة الإنسانية، أن الناس كلهم إخوة، ما في فرق بين مسلم وكافر، لا، في فرق بين المسلم والكافر، بل بين المؤمن والفاسق، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ففي فروق، لكن الفروق هذه لا تعني أنها حلال الدم والمال أو أن ما لها أحكام، لا، هناك أحكام شرعية تتعلق بهذا الموضوع. القاعدة الثالثة الفرق بين أصل البراءة وأصل حل معاملة الكفار. هناك ناس لا يفرقون بين هذين الأمرين. أصل البراءة من الكفار لا تعني مفاصلتهم على طول الخط، لا،
لأن الله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. حتى بر التبر، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طيب من اللي منهي عنه؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. إذن المفاصلة هي مع من؟ مع المعتدين، مع المجرمين. لكن الذين لم يعتدوا علينا ولم يحتلوا ديارنا هؤلاء لهم أحكام أخرى مختلفة. بل قضية المعاملة في المعاملات المالية والتجارة حتى لو كانوا حربيين نتعامل معهم. هناك قواعد في الفقه الإسلامي للتعامل حتى مع أهل الحرب وليس فقط أهل العهد. فالمهم أن الموالاة للكفار شيء والتعامل شيء آخر. طبعا من الأمور المشروعة، سيأتي إن شاء الله تأكيد لهذا، من الأمور المشروعة في هذا اللين في القول عند دعوتهم، الدعاء لهم بالهداية، مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى أبو هريرة رضي الله عنه أراد قال: اللهم اهدي دوسا. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر، بل دعا حتى لما أتى الملكان يريدان أن يعاقب من آذاه وأن يطبق عليهم الجبلين، أبى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه رحيم، لأنه رحمة للعالمين. أيضا الإهداء لهم إذا كان صديق مثلا في عمل أو إنسان ترى منه خيرا لا بأس بالهدية له، وتكون فيها تلطف له وحتى يعرف أن هذه هي أحكام الإسلام. أيضا رجاء إسلامي، يكون هذا تعاملنا معهم وفق الأحكام الإسلامية هو الذي يدعو كثير من الناس إلى الإسلام. إندونيسيا اللي فيها أكثر من 200 مليون مسلم، إندونيسيا هذه ما دخلها ولا مجاهد واحد في بداية فتحها، فقط التجار الذين كانوا يذهبون ويتعاملون بالأمانة والصدق مع أولئك جعلوا مسلمون. وكان أكثرهم من تجار حضرموت الذين كانوا يذهبون، ولا زال الآن هذا ما قتل أحد منهم. 70 مليون الموجودين اليوم في ما يعرف ببلاد الأقليات في أوروبا وأمريكا الشمالية واللاتينية، هؤلاء كلهم ما راح أحد هناك يحمل سلاح، إنما بتعامل المسلمين وبدعوتهم وانتشارهم وهجرة المسلمين في حالات معينة ونشرهم، كل هذه أدت إلى مثل هذا الأمر. أيضا تحريم موالاة الكفار لا تعني تحريم التجارة معهم واستيراد البضائع والمصنوعات النافعة ونقل التقنية والاستفادة من خبراتهم المادية ومخترعاتهم وعقد الاتفاقات المشروعة معهم. كل هذه أمور مشروعة، وما زال المسلمون يستوردون البضائع من الكفار وإلى اليوم. يعني السيارات اللي حول المسجد ما جبناها، بل ربما الأدوات اللي في المسجد، اللاقط وكل ما حولنا هنا نستوردها من بلاد الكفار، ما في مشكلة. هذه شريعة الله، ما عندنا إشكال في هذا الأمر. والحقيقة أن هذا أمر مجمع عليه، أن التعامل مع الكفار شيء والبراءة من دينهم شيء آخر. البراءة من دين أحيانا لا تمنع حتى في الزواج منهم. أحيانا حل الله عز وجل نكاح الكتابيات فقط، طبعا غير الوثنيات لا يجوز. يهودية ونصرانية يجوز أن يتزوجها المسلم، مشروع، وإن كان في حالات معينة يمنع. يعني أحيانا بعض الأشخاص، بعض الشخصيات والقيادات لا يجوز أن يتزوجوا من كتابية، أو بعبارة أخرى يمنعون من الزواج من كتابية أو من غير من سواء يهودية أو نصرانية، لأن هذا له علاقة بشيء يتعلق بأسرار الدولة، بالتوجه العام للناس، مثل ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه مع خالد بن الوليد مع حذيفة بن اليمان. كان تزوجوا نصرانيات إضافة إلى نسائهم، فأمرهم عمر رضي الله عنه بأن يطلقوهن. قالوا حرام هي؟ قال لا، ما أقول لنا حرام، لكن أنتم قيادات كبيرة وتفعلون هذا الأمر، هذا فيه إشكاليات. وذكر طبعا مشكلة أخرى اجتماعية، أن إذا صار الناس يرونكم أنتم القيادات تتزوجون من هؤلاء قد يتركون بنات المسلمين. اليوم هذا الأمر موجود في الدول، تجد أنهم في قوانينهم يمنعون القيادات الكبرى في الجيش مثلا أو في مناصب معينة، يمنعونهم من الزواج بأجنبيات. لماذا؟ للمحافظة على سرية الدولة ومنع استقطاب استخباراتي لقيادات معينة أو الاستفادة من معلومات أو أسرار. لكن أيضا الفقهاء اليوم، عدد من العلماء اليوم يمنعون أيضا زواج المسلم من بعض الكتابيات،
ولا سيما الكتابيات التي في بلاد قوية. يقول لك لا تتزوج كتابية مثلا من أمريكا. لماذا؟ قال لأنها أقوى منك بحكم قوة دولتها، فتكون القوامة لها عليك، ولذلك قد تسيطر على أولادك في المستقبل وتحولهم إلى نصارى. ولهذا المسألة هذه ليست على إطلاقها في مسألة فقه الأحكام، وإنما يرجع فيها إلى العلماء في كل بلد يستفتون في المسألة ويعرف الحكم فيها. لكن الأصل الشرعي جواز حل نكاح الكتابيات. طيب إذا تزوج مسلم كتابية جاز له، يعني ما في أي موانع، تمنع تزوج كتابية، هي امرأة، أليس من الطبيعي والفطري أن يحبها؟ الله عز وجل ذكر هذا في القرآن: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن سيسكن إليها وهي كافرة ويودها وهي كافرة، ما في مانع في الإسلام، لأن هذا ليس لدينها، ليس في قضية الدين، هذه قضية أخرى منفصلة ما لا علاقة بهذا. براءتك من دينها هذا شيء آخر. وهنا الحقيقة يأتي شيء مهم: هل نقاتل الكفار إذا قتلناهم لأنهم كفار؟ هل هذا هو صحيح؟ ما حد يجاوبنا؟ نعم؟ هل لما يقاتل المسلمون الكفار يقاتلونهم لأنهم كفار؟ نعم؟ طيب لماذا تقبل منهم الجزية إذا وافقوا على أن يبقوا على دينهم ويعيشوا في الدولة الإسلامية وتحميهم الدولة الإسلامية بدماء المسلمين؟ إذا كانوا يقاتلون لأنهم كفار لماذا تأخذ منهم الجزية؟ معناها قريناهم، يعني معقول نقرهم علشان دراهم ونضحي ولا لا يمكن. أيضا لماذا بعضهم ما تأخذ منها، أكثرهم ما تأخذ منها الجزية؟ المرأة والطفل والشيخ الكبير والراهب كلهم ما تأخذ منهم جزية، ويعيش في الدولة الإسلامية ويتمتع بكل المرافق العامة في الدولة، ما عنده مشكلة. اللهم أنه فقط لا يروح لمكة والمدينة، هذه ممنوع منها. إذن الحقيقة نحن لا نقاتلهم لأنهم كفار، ندعوهم لأنهم كفار صح، لكن لا نقاتلهم لأنهم كفار، إنما نقاتلهم لأنهم محاربون. ولذلك القتال المحاربين اللي ذكرناه في قبل قليل هو هذا المقصود. لكن إذا لم يحاربونا وقالوا لا على السمع والطاعة، احنا نقبل نخضع للدولة الإسلامية ونضم كل إقليمنا هذا لكم، ما يحتاج قتال، ونعطيكم الجزية، ما في إشكال إطلاقا. بل هذا هو الحكم الشرعي، ويحرم بعد هذا إيذاءهم بأي شيء، لا يؤذون. ممكن بعض الناس يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، إيش؟ ما معنى هذا الحديث؟ ومشكلة أحيانا نفهم الحديث على غير معناه الصحيح. يعني واحد من الأشياء يقول إذا شفته عندنا في الرياض، يقول إذا شفته في الدائرة حده، هذه جريمة، هذا حرام شرعا، ما يجوز. مو هذا معنى الحديث، معنى الحديث ألا تفسح له إذا كنت وياه في طريق، مش في طريق وخله في طريقه، لكن لا مو معنى أنك تضايقه، لا، خله يسلك الطريق اللي أنت تأخذ الطريق الأساسي وهو كيف يدبر حاله. مع أنه في حالات معينة ممكن أن تفسح له إذا كنت ترجو منه خيرا للإسلام، لكن الأصل أنه خله في حاله وأنت في حالك. لكن ما تأتي أنت وأنت إنسان مستضعف عنده وتقول له لا بخليه يتقدم علي، بقدمه مثل ما تقدم الشيبة كبير السن، أو تقدم شخص تعزه أو تقدره، لا، هذا معناه أنك يعني كفر عندك ليس بشيء. لا، في هذه الحالة أنت لا تؤذيه، لكن أيضا ما تروح تعطيه احترام وتقدير زائد، شيء ما يستحقه. مع أنه إذا كان أبا أو أما أو أختا فله حقوق أخرى. ولهذا في قصة لقمان ماذا قال الله عز وجل؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأنهم أمرك معصية. لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، في الحياة أعطى حقوق الأب، بره كأب، هذه قضية مختلفة تماما. مثل ما تتودد الكتابية كزوجة بحكم بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، امتثال الله عز وجل بالمعروف، ما تعطيه شيء مختلف. فهذه من الأحكام الشرعية اللي ربما نقرأ الآيات والحديث، لكن إما أننا لا نعرف معناها أو نعرف معاني مختلفة، أو
لا نستحضر المقصود منها. وقت الإقامة قريب ولا نتوقف ولا الأسئلة قبل؟ طيب، في قاعدة أخرى مهمة أستعجل بها، قضية العدل. التعامل مع الكفار أيا كانوا هو بالعدل، حتى في وقت الحرب، حتى في وقت الحرب بالعدل، لأن العدل قيمة إسلامية لا استثناء فيها، لا استثناء في قيمة العدل. يعدل الإنسان مع نفسه ومع غيره ومع المسلم ومع الكافر ومع القريب ومع البعيد، بل حتى مع الحيوان. فهذه من الأشياء الراسخة جدا، ولهذا لو تحاكموا إلينا نحكم بينهم بالعدل، حتى لو كان الطرف الآخر مسلم نعطيه حقه، الكافر نعطيه حقه. وحصل هذا في التاريخ الإسلامي، بعض الخلفاء تحاكموا إلى القضاة مع مواطنين يهود، فحكم القاضي للمواطن اليهودي على الخليفة. هذا هو العدل الإسلامي، ما فيه أي شيء. في سمرقند لما كان الغزو في سمرقند أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الجيش دخل المدينة قبل أن يعلن لهم ثلاثة، اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة بن الحصين: يدعوهم إلى الإسلام فإنهم ادعوهم إلى الإسلام، إذا لقيت عدوك المشركين فادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك لذلك فاقبل، فإنهم أبوا فادعوهم إلى الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أبوا فقاتلهم. ما عرض هذه الثلاث، مع أن هذه الأمور الثلاث يجب أن تعرض قبل الهجوم على أي دولة أو أي مجتمع كافر في حرب قوة الدولة الإسلامية. أهل سمرقند عرفوا الحكم الإسلامي أنه لازم يدعى الواحد قبل، أرسلوا رسالة للخليفة قالوا: جيشك دخل عندنا سمرقند بدون ما يدعونا. وجه الخليفة الرسالة للقاضي قال: اقف فيها. قال: يخرج الجيش ويعيد لهم كل ما أخذ منهم، ويكون يدعهم حتى يكونوا في قوتهم قبل أن يدخلوا، يتحصن ويأخذ كل حيطتهم، ثم بعد ذلك يدعوهم إلى الثلاثة. وفعلا خرج الجيش، وأول ما بدأ يخرج قالوا: خلاص أسلمنا، ما نحتاج خروج، هذا العدل. فأسلموا. هذه قصة صحيحة وثابتة وموجودة في التاريخ. والحقيقة الشواهد في هذا كثيرة، بل ذكر شيخ الإسلام يقول في قضية العدل، يقول: أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق، وإن لم تشترك في إثم. ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. وهذا ملاحظ اليوم في دول فيها استقرار مع أنها ليست مسلمة لأن فيها قدر من العدالة، وفي دول مسلمة تسقط بسرعة لأن فيها ظلم صارخ. فهذه سنة الله، العدل قيمة لا تقبل مساومة، بل الالتزام بها يؤدي إلى آثار تتعلق بها سنن كونية. هذه تقريبا مختصر. هناك بعض الأشياء الحقيقة كنت سأضيفها، لكن حتى لا نؤخر الأخوة اللي يريدون يصلون وينصرفون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما تفضلتم به، جعل ذلك في ميزان حسناتكم. وشكر الله لكم أيها الأحبة على حضوركم واستماعكم وإنصاتكم. ونستأذنكم كما نستأذن فضيلة الشيخ في طرح بعض الأسئلة. هذا السائل يسأل ويقول: جزاك الله خير شيخ سعد، هل من كلمة توجهها بعلمك لمن ولاه الله أمر الشباب سواء بنين أو بنات من آباء وأمهات ومن معلمين ومعلمات لتربيتهم على المنهج القويم وحفظ عقولهم مما يؤثر عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر أنواع المسؤوليات، لأن رعاية مسؤولية وليست رعاية تعليف، وإنما مسؤولية. وذكر منها: الأب راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. فالإنسان يجتهد في تربية أولاده بقدر ما يستطيع، يتقي الله في هذا بقدر ما يستطيع. قد ينجح قد يخفق، لكن يحاول يبذل الجهود التي يرى أنها تبرئ ذمتها أمام الله عز وجل. وفيما يتعلق كما يشير السؤال يبدو لي قضية إشكالية العصر، الشبهات والشهوات. هذه الحقيقة أحيانا الأب قد لا يستطيع لوحده أن يفعل شيء كثير،
يستطيع يحد من بعض الأشياء، يستطيع في سن معينة يتحكم، لكن ليس دائما. ولهذا الحقيقة الإنسان بقدر ما يستطيع يربي قضية رقابة الله عز وجل. وإن عليك إلا البلاغ، ليس عليك البلاغ، هذه قاعدة معروفة. لكن أيضا يستعين بمن يستطيع أن يفعل ذلك، بأستاذ يقدره، بزميل له، بصحبة له. كل هذه الجوانب يحاول أن يجتهد فيه، لأنه بالنهاية ولد، إما أن يرفعه وإما أن يحفظه في الدنيا والآخرة. وما أعظم من يترك الإنسان بعده ولدا يدعو له، ولد صالح. ذكر مثلا 3 أشياء، ذكر ولد صالح، ليس أي ولد، ما هو ولد يعيش، ولد متفوق، لا، صالح. هذه القضية المهمة، لأن الصالح هو الذي سيتذكره في سجوده، في ركوعه، في حجه، في عمرته، في صدقته. هذا السائل يقول: نصيحتك لمن يقرأ في مواقع التواصل الاجتماعي لبعض من لديه أفكار تكفيرية وجهادية. الله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. الله أمر بالإعراض عن الذين يخوضون في آيات الله، وهؤلاء الذين يشتغلون بالتكفير وما إليه لا شك أنهم من يخوضون في آيات الله خوضا خطيرا، لأنه يتعدى إلى الآخرين، تتعلق به دماء، تتعلق به أرواح، تتعلق به مصائب للأمة، يجرون على الأمة مصائب كبيرة جدا. فهؤلاء الإنسان الذي ليس لديه علم ويعرف أن، يعني أقصد لديه علم، يعني طلبة علم درسوا، ناس درسوا، ليس إنسان عرف بعض المعلومات أو قرأ بعض المعلومات وظن أن عنده علم، لا، ليس هذا هو صاحب العلم. صاحب العلم الذي يستطيع أن يدفع الشبهة، هذا لا بأس أن يقرأ ليرد عليه. لكن شخص ليس عنده القدرة على الرد لا يجوز له ابتداء أن يقرأ، لا يجوز له، لأنه يعرض نفسه للتهلكة، وقد نهى الله عز وجل أن تعرض النفس للتهلكة. وأيضا دخل مكانا فيه خوض في آيات الله بغير علم أو بباطل أو بتلبيس أو بتشويه. فلماذا يعرض الإنسان نفسه للفتن؟ هذا لو كان هناك بلد فيها هل يستطيع يقول لا أنا بدخلها لأني أصلا عندي مناعة قوية وأنا لسه شباب؟ هذا يصير غبي. أو يعني كيف تدخل مكان خطير جدا في أوبئة منتشرة وتعرض نفسك للضرر؟ هذا تقريبا مثل هذا، بل هذا أشد، لأن هذا ممكن يموت تنتهي الأمور، لكن هذا لا، سيبقى عليه أوزار كل من قتل بسببه، أو كلمة نقلها، ربما يقع كلمة هنا ينقلها لشخص آخر، وربما هو إنسان جبان لكن ينقلها لشخص شجاع، يروح ينفذ شيء محرم خطير جدا يتحمله الوزن. ولهذا نصيحتي حقيقة: اقرأ لمن تستفيد منه، الشيء الذي لا يفيدك ابتعد عنه، اقرأ ما ينفعك، هذا هو الذي تستفيد منه ويفيدك ويفيد أهلك ويفيد بلدك ويفيد أمتك. أما شيء يضر كيف يتعرض له الإنسان؟ كيف يعرض نفسه للمآلك؟ فهذه قضية مهمة جدا، وكثير من الناس الذين خاضوا بهذه الأشياء ندموا، لكن في وقت ما ينفع فيه الندم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: كيف يتوقى الشاب المستقيم من الوقوع في فخ الفتن في هذا العصر؟ أول قضية الاعتصام بالله عز وجل، يلجأ الإنسان لله، لأن الإنسان هدايته في الله عز وجل أولا. والله يا أخوان، يعني إسلامنا من البداية أنه ولدنا مسلمين، هذا شيء من الله عز وجل، منا من الله. هناك من ولد أبوه يعبد البقرة أو أمه تعبد البقرة أو تعبد الصنم أو تعبد بوذا ولا صليب، لكن نحن ولدنا في بيئة مسلمة، في مسلمين، نعمة من الله. فالذين كانوا يسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عز وجل فيه؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الهداية منة من الله، ليس لنا فيها شيء. ولذلك كل ما نقوله: أسألك الثبات يا رب، أسألك الثبات. وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن هذه نعمة في يدك، لا يصح أنك تفرط فيها، فادعو الله أن تفرط. فاللجوء إلى الله هذه أول قضية، تربية الإيمان قضية مهمة جدا. الأمر الثاني الابتعاد عن أماكن الفتن، الشهوات والشبهات، مثل ما ذكرنا في السؤال السابق، وأيضا أضيف لها قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. لا تشهد هذا الزور، هذا الباطل، لا تشهده، ابتعد عنه. وإذا وصلك شيء من طرف آخر اسأل أهل العلم. القضية مهمة جدا والتي تنفع، وهي من أنفع ما يكون العلم. عندما يتعلم الإنسان ويعرف دينه حقيقة، والله لا تهزه لا شبهة ولا إطلاقا بإذن الله، لأن ما في شبهة تقف أمام الإسلام، ما في.
قد يكون الشخص اللي أمامك ما يستطيع يجيب عليها، لكن قطعا سيجيب عليها عالم أعلم منه. ولذلك إذا ما أجاب عليك المدرس اسأل طالب علم، ما جابك طالب علم اسأل عالم لازم تجد عنده جواب معروف. لأن هذه أشياء يعني ديننا ليس دين أي كلام، نصوص وحي اشتغل فيها العلماء 1400 سنة، كتب ادخل مكتبة تجد مئات وآلاف المجلدات، هذه كلها تتحدث عن كل ما مر في هذا التاريخ. فهذه من القضايا المهمة جدا، اللجوء إلى الله عز وجل، الابتعاد عن أماكن الفتن، الابتعاد مهما كلفت الأمور عن صحبة السوء سواء كان أصحاب شهوات أو شبهات. خلص نفسك منهم ما استطعت، لا يجوز أن تبقى معهم. القضية الأهم وأساسية وهي العلم. والله ما عندك القدرة في العلم واتجاهك شيء آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسن الله عليك. هذا يقول: ما حكم من يفجر نفسه ليقتل الكفار؟ والمشكلة اليوم أشد من هذا، ما يقتل الكفار فقط مثل لو كان في فلسطين. نقول هذه في خلاف بين العلماء في فلسطين، لأن الكفار واضحين وحرب يعني حربية مثل ما ذكرنا في القسم هذه اللي اختلف فيها العلماء. هذا الحالة اللي اختلف فيها بعض العلماء يجوز وما يجوز، وأكثر مشايخنا على أنه لا يجوز حتى لو كانت في قتال الحرب، لأنه قتل نفسه منتحر. أما قتال أو عفوا تفجير المسلمين بعد أن يكفرهم، هذول ليسوا كفار أصلا، ليسوا كفار، هم مسلمين. كونك أنت تحكم عليهم بالردة أو اللي تتبعه يحكم عليهم بالردة، هذا لا وزن له عند الله عز وجل. فالمشكلة ما هي؟ طبعا لا خلاف بين المسلمين لأنه لا يجوز على الإطلاق عمليات انتحارية حتى مع مسلمين معتدين، ما يجوز بالإجماع. ولذلك اللي يستدلون بهذا ماذا يصنعون؟ يقول لك لا نكفرهم أول، إذا كفرهم صار يدخل فيهم حكم الكفار يقتلون ولا ما يقتلون. فارتكبوا أكثر من جريمة تكفير المسلمين، وجريمة التفجير، وجريمة ممارسة عمل إجرامي باسم الجهاد، وجريمة أشد وأشنع وهي تشويه الإسلام أمام المسلمين وغير المسلمين. فكم هذه الجرائم؟ هذا الإنسان اللي يظن أنه يتقرب إلى الله وهو في الحقيقة يقترب إلى جهنم أكثر. فهذا لا شك قطعا أنه من النوع المنتحر، وليس فقط جريمة انتحار، بل جريمة قتل أرواح أخرى غيره، وإفساد وترويع، كل ما يعني جريمة مركبة من جرائم كثيرة جدا والعياذ بالله.